بيبدأ الفيلم في سجن في أمريكا، وبيكون في مجموعة من الضباط بيقولوا إن في سجين جديد هيجي النهاردة، وإن هو هيكون خطر جدا علشان جسمه ضخم وقوي جدا. وفعلا بيوصل للسجين ده وبينزل من العربية، والضباط وقتها بيتخضوا جدا من شكله علشان بيكون ضخم أكتر ما كانوا متخيلين. بعدها بيخش السجين وبيخش معاه ضابط تاني اسمه بيرسي، وبيكون الضابط ده عمال يشتم فيه، فبيقرب منه وقتها مسؤول السجن وبيقول له اخرس أحسن لك. وبنعرف وقتها إن مسؤول السجن ده اسمه بول. بعدها بيكلم بول السجين ده وبيقول له أنا مش عايز مشاكل هنا، فبيطمنه السجين وبيقول له ما تقلقش مني. بس مجرد ما بيتكلم السجين بيبان ان هو غلبان جدا عكس ما كله فاكر. بعدها بيدخلوه الزنزانه بتاعته وبيكونوا عايزين يتعرفوا عليه اكتر، بس بيكون السجين ده مقلق علشان بيرسي موجود. فوقتها الضباط بيطردوا بيرسي عشان يكلموا السجين براحتهم ويكون مطمن ليهم، بس وبيرسي طالع بيضرب سجين تاني على صوابعه، وبيفضل السجين ده يعيط جامد جدا. بعدها بيطلع بيرسي وقتها بيكلم بول السجين، وبنعرف وقتها ان اسمه جون، وبنعرف برضه ان هو غلبان جدا عكس شكله الضخم. ولما بيعرفوا كده بيفكوا عنه الجنزير اللي هو كان مربوط بيه، وبيقول له بول وقتها على قوانين السجن. بس بيقطعوا جون وقتها وبيقول له ممكن تسيبوا نور السجن دايما مفتوح علشان انا بخاف جدا من الضلمه. وقتها الضباط كلهم بيستغربوا جدا من جون، فبيطمنوا بول وبيقول له ما تقلقش هنسيبه مفتوح. فوقتها جون بيمد ايده عشان يسلم عليه وبيتفقوا. بعدها بول بيسيبه وبيمشي. بعدها بيقعد الضباط مع بعض وبيتكلموا عن جون، وبنعرف ان محكوم عليه بالاعدام. وبيدي وقتها ضابط الملف بتاعه لبول، وفعلا بيفتحوا بول وبيقراه. وبنرجع بعدها فلاش باك للسبب اللي جون اتسجن علشانه. بيكون في فلاح بيشتغل وبيسمع صوت سويت بتاع مراته، واول ما بيخش بيته بتقول له ان بناته مش موجودين وان في دم كتير جدا على الارض. فبيمسك الفلاح ده البندقيه بتاعته وبيفضل يدور على بناته وهو واهل البلده كلهم. وبيلاقوا وقتها جون قاعد بيصرخ وماسك البنتين وهم غرقانين في دمهم. فبيروح عليه اهل البلده كلهم وبيفضل الاب يضرب فيه، بس كلهم بيزحوه. وبيجي وقتها المأمور بتاع البلد دي، وبيحاول جون يقول له وقتها ان هو ما قتلهمش وان هو حاول ينقذهم، بس مأمور البلده مش بيكون مصدقه وبيقول له انت مقبوض عليك بتهمه القتل. بنرجع بعدها للوقت الحاضر، وبيكون بول قاعد بيقرا ملف، وبيخش عليه وقتها رئيس السجن. وبنعرف وقتها ان مراته عندها كانسر وان هو حزين جدا بسبب ان هو بيحب مراته. وبيغير وقتها رئيس السجن الموضوع وبيقول له انا جالي مكالمه من رئيس الولايه وعرفت ان انت طردت الضابط بيرسي من اجتماع انتوا كنتوا عاملينه. وبنعرف وقتها ان بيرسي ده ابن رئيس الولايه وداخل السجن ده بواسطه علشان خاطر ابوه. وبيقول له وقتها ما ينفعش تعامله كده، ابوه ممكن يأذينا. فبيقول له بول وقتها ان هو ضرب سجين وكسر له ايده. فبيقول له رئيس السجن وقتها معلش استحمل شويه وهو كده كده هيمشي علشان جاله وظيفه تانية بمرتب اعلى من هنا بكتير. فبيقول له بول هو مستحيل يمشي من هنا، بيرسي ده شخص سايكوباتي وجه هنا من الاول عشان بيستمتع لما بيشوف المساجين بيتعدموا، ولو كان عايز يمشي كان هيمشي من زمان. بنروح بعدها لتاني يوم، وبيكون بول وظابط تاني بينضفوا كرسي الاعدام علشان في سجين هيتعدم تاني يوم. فبينده عليهم ظابط اسمه هاور وبيقول لهم تعالوا. وبنشوف وقتها فار بيجري في السجن، فبيقرروا ان هم يطلعوه علشان ممكن يكون عنده مرض. بس وقتها الفار ده بيهرب وبيستخبى في اوضه كلها كراكيب. فبيفضل بول وبقيه الظباط يحاولوا يطلعوا الكراكيب دي، وبعد ما بيطلعوا كل الكراكيب بيلاقوا ان الفار مش موجود. بعدها بنروح لبيرسي اللي بيكون واقف قدام المرايه، وبنشوف وقتها الفار جنبه. فبيرسي بياخد باله منه وبيطلع سلاحه وبيفضل يضربه، بس بيهرب منه الفار وبيخش الاوضه تاني. وبيكون بول وهاور وقتها دخلوا الكراكيب تاني للاوضه. فبيفضل وقتها بيرسي يطلع الكراكيب تاني، وبعد ما بيخلص برضه بيلاقي ان الاوضه فاضيه. وقتها بيجي له بول وهاور وبيحاولوا يفهموه ان طريقته في معامله السجناء دي غلط، بس بيقول لهم دي طريقتي ومش هغيرها. فبيتعصب جدا هاور وبيمسكه بعنف، بس بيقول له بيرسي انا هخلي ابويا يطردك من السجن. فبيأمره بول ان هو يسيبه علشان خايف على صاحبه. وبيقول بول لبيرسي حتى لو ما عارفك حماتك المره دي، المره الجايه محدش هيحميك. وبيأمره ان هو يرجع الكراكيب اللي هو طلعها من الاوضه دي، وبيسيبه وبيمشي. بيجي بعدها يوم الاعدام، وبيروح بول للسجين وبيقول له جه الوقت، وفعلا بيطلعوه بيبل راسه علشان الاعدام يكون اسهل والكهرباء تخلص عليه بطريقه اسرع. وبتكون دي طريقه الاعدام في الولايه بتاعه بول وقتها. وفعلا بيشغلوا الكرسي، وبيكون وقتها بيرسي بيتفرج عليه وبيبان قد ايه ان هو سايكوباتي. وبعدها بيموت السجين. بيروح بعدها بول لبيرسي وبيقول له اقبل الوظيفه اللي جات لك علشان محدش فينا عايزك. فبيقول له بيرسي وقتها ان هو موافق بس بشرط واحد بس. وبيقول له وقتها لو انت خليتني الاعدام اللي جاي اشارك فيه واقتل السجين وقتها هقبل بالوظيفه دي. بنروح بعدها لتاني يوم، وبيكون في سجين لقى الفار وعمال يلعب معاه، وبيطلب من الضباط وقتها ان هو يفضل معاه. وبيكون جون وقتها بيتفرج على السجين ده وهو مبسوط جدا، بس بيرسي وقتها بيجي من وراهم وبيكون باين عليه ان هو مبسوط من اللي شايفه. فبيستغرب جدا بول وباقي الضباط. بنروح بعدها لتاني يوم، وبيروح بول لمدير السجن وبيقول له وقتها المدير ان في سجين هيجي لك وهيكون خطير جدا وجريمته ان هو قتل 3 اشخاص بس. والمدير بيتكلم بيعيط، فبيقول له بول مالك في ايه؟ فبيقول له المدير ان مراته خلاص هتموت بسبب السرطان، وبيفضل يعيط. بيروح بول بعدها وبيكون نايم جنب مراته. فجأة بيجي له ألم كبير جدا وبيكون مش قادر، فبينزل تحت يتألم على الجنينة وبيعمل حمام وبينام على الارض. بيجي بعدها تاني يوم وبيكون باين على بول جدا ان هو تعبان. وفي نفس الوقت ده بيجي السجين الخطير، وبيجي الضباط كلهم
كلهم علشان يستقبلوه، بس بيمثل عليهم ان هو مجنون. وقتها بيرسي بيفضل يشتم فيه. بعدها بيدخلوه السجن، بس بمجرد ما بيخش بيفضل السجين ده يضرب في الضباط كلهم، وبيمسك ضابط صغير منهم وبيكون هيخنقه. وبيكون بيرسي وقتها خايف جدا منه ومش عارف يعمل حاجه، فبيجي هاور من وراه وبيضرب السجين ده على راسه وبيغمى عليه. بعدها بيدخلوه الزنزانه بتاعته وبيمشوا كلهم، بس بول وقتها بينزل على الارض وبيكون بيتوجع جدا علشان السجين ده ضربه في المكان الحساس اللي اصلا بيوجع بول. فوقتها جون بينده على بول وبيقول له تعالى، بس بيكون بول مش قادر خالص ان هو يقوم يقف، بس بيجي على نفسه وبيروح له فعلا. وقتها بيشد جون وبيحط ايده على المكان اللي وجعه، وفي لمبه في وقتها بتولع بطريقه غريبه جدا، وبيطلع وقتها من بق جون حشرات شكلها غريب. فبيساله بول وقتها هو انت عملت فيا ايه؟ فبيقول له جون انا ما عملتش حاجه غير ان انا ساعدتك. وبيقول له انا تعبان جدا وبينام. بعدها بول بيخش الحمام وبيعمل بسهوله جدا، وبيلاقي ان هو خف ومفيش الم خالص. بيجي بعدها تاني يوم وبيروح بول لبيت المحامي بتاع جون، وبيكون بول عايز يرد المعروف اللي جون عمله معاه، بس بنعرف وقتها ان المحامي ذات نفسه مصدق ان جون مذنب وان هو اللي قتل البنتين. بنرجع بعدها للسجن وبيكون وقتها بول جايب هديه لجون علشان يرد الجميل اللي هو عمله معاه، وبتكون الهديه دي عباره عن اكل جون بيحبه جدا. فبيفتحوا جون وبيدي جزء منه للسجين اللي مربي فار. وقتها السجين الخطير بيكون متعصب جدا علشان ما اداهوش حته، فبيروح بول ناحيته علشان يهديه، بس وقتها السجين ده بيتف في وشه. بعدها بيجي ظابط تاني وبيعمل حمام عليه، فبيقرر بول ان هو ينظف الاوضه بتاعه الحجز الانفرادي علشان يحطوه فيها، وفعلا بيكتفوه وبيحطوه فيها، بس تاني يوم بيعتذر لهم فبيطلعوه. بعدها بيروح بول عشان يكلم السجين اللي مربي فار، وبيقول له وقتها ان وقت اعدامك قرب. فبيقول له السجين ده وقتها طب ومين هياخد باله من الفار؟ فبيطمنه بول وبيقول له ان هو اللي هيربيه. بس بعدها الفار ده بيسيبه وبيجري، وبيكون بيرسي في نفس الوقت ده جاي فبيدوس على الفار. وقتها بيصرخ جدا السجين ده علشان الفار ده كان صاحبه الوحيد، بس وقتها جون بيقول له هاتوا الفار، وفعلا بيدوا له الفار وبيفضل ينفخ فيه بطريقه غريبه جدا، والفار وقتها بينور جدا، وبيطلع بعدها حشرات غريبه تاني من بق جون، والفار بيكون راجع للحياه. بيكون وقتها كل الضباط مستغربين جدا من ده وبيسالوه انت عملت ده ازاي؟ فبيقول لهم وقتها جون انا معرفش، وبيقول لهم برضو ان بيرسي ده شخص سيء جدا ولازم يتعاقب. فبيروح وقتها بول لبيرسي وبيقول له ان الفار كويس وما حصلوش حاجه، فبيرسي مش بيكون مصدق وبيروح بنفسه يشوفه، ولما بيرجع بول وهاور بيمسكوه وبيضربوه. وبيقول له وقتها بول ان هو هيشاركه في الاعدام ده بس بشرط ان هو يقبل الوظيفه ويمشي من السجن. فبيوافق بيرسي وبيقول له حاضر. بعدها بيجي يوم الاعدام وبيكون الدور على السجين صاحب الفار، ولما بيجوا له بيودع الفار بتاعه وبيديه لبول، وبول وقتها بيديه لجون علشان يخليه معاه لحد ما يخلص الاعدام. وقتها هاور بيوعده ان هو كمان هيخلي باله من الفار بتاعه، وبيروحوا بعدها لكرسي الاعدام، وبنعرف وقتها ان بيرسي هو اللي هينفذ الاعدام ده. وفعلا بيرسي بيعمل كل حاجه صح ما عدا ان هو يحط ميه على راس السجين، وبتكون دي اهم حاجه في الاعدام علشان هتسهل الاعدام وهتخلي السجين ما يحسش بيه. وبيدرك وقتها بول ان بيرسي عمل كده، بس بيكون للاسف الوقت عدى وشغلوا الكهرباء عليه، فبيتعذب جدا وقتها السجين صاحب الفار، وبيكون لسه عايش وما ماتش كل ده. وبيكون وقتها كل الحضور مقروفين جدا من المنظر والريحه. وقتها بنعرف ان جون حاسس بيه وبكل العذاب اللي هو بيعدي بيه، وبيمسك وقتها بول بيرسي وبيوريه منظره لحد ما في الاخر بيتعدم فعلا السجين، وبيطفي بيرسي وقتها الحريقه اللي حصلت بسببه. بعدها بيقول لهم بيرسي ان هو ما يعرفش انه كان لازم يبل السفنجه، فبيضربوا هاور بقوه جدا بس بيسلك بول. وقتها بينزل لهم رئيس السجن وبيفضل يزعق فيهم، وبيعرف وقتها ان بيرسي هو السبب في كل ده. بيروح بول بعدها لجون وبيقول له ان هو كان حاسس بكل حاجه حس بيها صديقه، وبيقول له ان الفار كمان حس بكل حاجه علشان كان ماسكه وقتها. بعدها بنروح لتاني يوم وبيكون بول بيزور رئيس السجن في بيته، وبنعرف وقتها ان مراته تعبانه جدا، فبيكون بول زعلان جدا وبيفضل يفكر ازاي يقدر يساعدها. فبيجي في دماغه ان ممكن يجيب لها جون علشان يحاول يعالجها. تاني يوم بيجتمع بول بالظباط وبيقول لهم على فكرته، بس وقتها الظباط بيكونوا خايفين جدا على شغلهم، وان المدير بتاعهم لو عرف ان هم هيطلعوا سجين بره هيرفدهم، بس في الاخر كلهم بيوافقوا علشان بيحبوا صاحبهم وبيقرروا ان هم يعملوا ده. بيجي بعدها يوم التنفيذ وبيكون بول وهاور بيحطوا منوم من المسجون الخطير عشان ما يسمعش حاجه، وفعلا بيدوله عصير وبعد ما بيشربوا بينام. وقتها بيخافوا بيرسي يبلغ عنهم فبيروحوا له وبيكتفوه وبيحطوه في الحبس الانفرادي. بعدها بياخدوا جون وبيكونوا طالعين معاه، بس بيطلع ان السجين ما نامش وبيمسك ايده. وقتها بيقدر جون ان هو يشوف كل حاجه وحشه عملها السجين ده، وبيعرف قد ايه وقتها هو شخص سيء، بس وقتها بيشيل بول ايده من عليه وبيكمل السجين نوم. وبعدها بيودوا جون على بيت مدير السجن، بس بيشوفهم وقتها مدير السجن وبيصوب عليهم بندقيه، بس بول بيقول له ما يخافش وبيقول له ان هم اصحابه. وقتها جون بينزل من العربيه وبيكون مدير السجن خايف جدا، بس جون بيقرب منه وبيطمنه، فبيوافق مدير السجن ان هو يخش، وفعلا جون بيطلع لها. وقتها بيمتص التعب بتاعها كله وبيحطه فيه، وبيرجع وقتها شكلها جميل جدا كأنه عمرها ما تعبت في حياتها، بس بيكون وقتها جون تعبان جدا، فبيعيط جدا مدير السجن وبيحضن مراته وبيكون فرحان جدا، وبيشكره مدير السجن وبتشكره مراته وبتقول له انت
انقذت حياتي. بعدها بيركبوا بول وهور العربيه وبيرجعوه للسجن تاني، ولما بيوصلوا بيطلعوا بيرسي من الحجز الانفرادي، بس وهو طالع جون بيمسكه وبيحط كل المرض بتاع مرات مدير السجن فيه، وبيكون بيعمل كده عشان ينتقم منه بسبب اللي عمله صاحبه وقت الاعدام. وبعدها بيمشي بيرسي ناحيه السجين الخطير وبيطلع مسدسه وبيقتله، وبيكون ده عشان جون شايف قد ايه السجين الخطير ده وحش، فبيجري عليه وقتها الضباط وبيوقفوه، ووقتها بيطلع من بيرسي كل الحشرات السوداء اللي جون دخلها فيه. بيروح بعدها بول لجون وبيقول له انت ليه عملت كده؟ فبيقول له جون انا لما مسكت دراع السجين الخطير عرفت قد ايه هو شخص سيء. ووقتها بيمسك دراع بول وبيوريه هو عمل ايه، وبيطلع ان السجين الخطير ده هو اللي قتل الطفلتين اللي جون اتهم فيهم ان هو اللي قتلهم. بعدها بيجي ضباط من القسم وبيحققوا مع بيرسي علشان قتل السجين الخطير، وبنعرف بعدها ان بيرسي هيخش مستشفى المجانين. بعدها بشهر بيقعد بول مع جون وبيقول له ان موعد اعدامك قرب، فبيطلب منه جون وقتها ان هو يعمل له اكل معين قبل ما يتعدم، فبيوافق بول على طلب جون، وبيقول له بول وقتها انا ممكن اخليك تهرب ومش مهم وظيفتي، بس جون بيرفض ده وبيقول له ان الموضوع مش فارق معاه، بس بيطلب منه وقتها ان هو يخليه يتفرج على فيلم، وفعلا بيفرجوا على فيلم وبيكون جون وقتها فرحان جدا. وقتها كل الضباط بيكونوا بيتفرجوا معاه وصعبان عليهم جدا. بيجي بعدها يوم الاعدام وبيكونوا وقتها كل الضباط متضايقين جدا، فبيطمنهم جون وبيتمشوا وقتها معاه لغرفه الاعدام. وبعدها بيقعد جون على الكرسي وبيكونوا كلهم بيعيطوا جامد جدا، وبيحاولوا ان هم يداروا دموعهم علشان جون صعبان عليهم جدا. وبيطلب جون منهم وقتها ان هم ما يحطوش القماشه السوداء على راسه علشان هو بيخاف من الضلمه جدا، فبيوافق بول، وفعلا بيحط بول الاسفنجه على راس جون، وبيكونوا كلهم بيعيطوا وقتها لحد ما في الاخر بيشغلوا الجهاز وبيتعدم جون. لو طريقتي عجبتك وعايز تشوفني تاني اعمل سبسكرايب للتشانل ولايك للفيديو ده علشان نوصل ل 1000 سبسكرايبر في اسرع وقت. ولو عايز فيلم تاني جامد قوي عن شخص بيتضرب وبيطلع في الاخر ان هو عنده قوه خارقه، فانا ارشح لك بقوه فيلم باودر. ولو انت قدرت توصل للحته دي فحقيقي انت مميز، اعمل الايموجي ده في الكومنتات علشان اعرف انك وصلت لحد هنا. الفيلم ده في رايي من افضل الافلام اللي انا شفتها في حياتي، وحقيقي فيلم خرافي جدا، وتقييمي ليه هو 9 من 10. وسلام.